الرحلة مع الحاج محمد كانت رحلة حلوة جدا ولطيفة جدا. أجمل حاجة فيها إن الراجل محافظ على صلاته، وكنا دايما بنصلي الصلوات الخمس في ميعادها، ولفيت فيها 4 بلاد، وكانت رحلة لطيفة يعني، وصورت صور كتير جدا. نزلت مصر تاني يوم الموبايل اتسرق، كنت هتجنن عليه. كان نوت 4 وكان احدث حاجه وقتها، وانا كنت فرحان بيه وعليه صور كتير وعليه شغلي، كل حاجه راحت. فضلت ادور في محلات الموبايلات على الموبايل ما لقيتوش. بقيت اسال الحراميه بيقعدوا فين، يقولوا لي بيقعدوا في القهوه الفلانيه. فضلت ادور على الواد الحرامي ده فص ملح وداب، ما لقيتوش خالص. وانا في دبي كانت المهله بتاعت حسين خلصت، فاتصلت باخويا وقلت له روح خد التروسيكل من حسين وخد منه البضاعه اللي موجوده. راح لحسين، حسين كلمه كلمتين، راح متصل بيا: يا احمد اصبر عليه شويه، يا احمد ده ظروفه منيله وكذا وكذا. قلت له يا عم الله يستر عليك، اللي انا بقول لك عليه اعمله. انت اخويا ولا اخوه؟ اخويا، يبقى بعد اذنك اقف في جنبي واقف في صفي. قال لي يا احمد معلش وكاني وماني. قلت له يا عم خلاص نديله مهله لحد ما انا انزل. كام يوم ونزلت مصر. اول ما قابلته قلت له بص يا حسين، من النهارده انت حبيبي. قلت له انا اديت الوصولات للمحامي، والمحامي هو اللي هيجيب لي فلوسي، فانا ماليش عندك اي حاجه ومش هزعل منك خالص يعني. يا احمد اخر فرصه، يا احمد والنبي، يا احمد والولي. قلت له يا عمي خلاص الكلام خلص وانتهى. خد يا عم تامر من صاحبك التروسيكل، ومن النهارده انت هتشتغل عليه لحد ما ربنا يكرمنا نشوف ايه الرخصه راحت فين. مشكلتي مع حسين مش لشخصه خالص، مشكلتي معاه ان اول حد اداله فرصة علشان يشتغل شغل حلال هو اول حد اذاه. كان مأثر فيا جامد يعني، لدرجة ان انا النهاردة بعد 10 سنين بحكي عليك. امشي في الشارع كل شوية حد يوقفني: يا احمد حرام عليك اللي عملته في حسين، حرام عليك قطع المعايش، يا احمد ده عنده عيال. طب يا جدعان ما هو بقاله 200 سنة ظروفه تعبانة ومحدش معبره. طب ما انا اديله فرصة يأذيني، ولما افكر اخد حقي بقيت انا اللي وحش، هو كويس وانا اشرب من البحر. تصرف الناس كان تصرف غريب، وكنت بقول لهم محدش يتدخل، محدش ليه دعوه، انا مفتري، محدش ليه دعوه بيا، انا باخد حاجتي. اللي عايز يتكلم يحل، يجيب فلوس ويحل، لكن كلام انا مش هاخد بالكلام خالص. كام يوم وامه ربنا يرحمها اذا كانت عايشه ولا ميته جات لي البيت، قالت لي يا ابني انا عايزين نحل وبتاع. قلت لها بصي يا ستي، انا ليا عند ابنك فلوس. قالت لي قال لي وعارفه وهو بتعبني ومش عارف ايه. قلت لها طيب انا ليا عنده 10,000 جنيه، تديني ال 10,000 اديلك الوصولات، فتديني نص المبلغ اديلك وصلين، تديني الباقي المبلغ تروحي تاخديه من المحامي الوصل وتدي له اتعاب المحاماه.